الباركور في بابل بطولة ليحسم لقبها نادي بابل بمشاركة 4 أندية مثل بابل. واختتمت بطولة الباركور. نادي بابل يحصل على المركز الأول في البطولة التي احتضنتها كلية الإدارة والاقتصاد في المحافظة. حقيقة اليوم قدموا اللاعبين أداء جيد، يعني جو حتى من المحافظات شاركوا وقدموا الأداء اللي يميز بالمحافظة. وحقيقة هاي اللعبة هي من ألعاب المواهب، وصعب يعني إنتاج اللاعب، ونتمنى من المسؤولين المعنيين تقديم المساعدة لهذه اللعبة وتطويرها. تقام هذه البطولة على ملعب كلية الإدارة والاقتصاد، وإن شاء الله سيكون هناك تعاون مستمر بين اللجنة الأولمبية ووحدة النشاطات بكلية الإدارة والاقتصاد، نشاطات فنية، نشاطات رياضية إلى آخره. الفائزون في البطولة نشدوا المعنيين بالشأن الرياضي في بابل بتوفير قاعة رياضية لهم كي يمارسوا فيها أنشطتهم والتدريبات. الحمد لله حصلت على المركز الأول أمثل نادي بابل، ونتمنى من مسؤولين الرياضة دعمونا بقاعة بشيء ولو بسيط، لأن عندنا قاعتنا يراد لها تعمير، وهي قاعة واحدة مال جمناستيك بالمحافظة كلها. فاللاعب بالقاعة ينصاب، بالحديقة ما ينصاب، لأن يراد لها شوية سفنج شوية ترتيبات. قدمنا شيء جيد، فأتمنى دعم لهاي الرياضة، خصوصا قاعة مثلا، لأن ما عندنا قاعة. وأنا خصوصا بالنسبة لي لعبة الباركور يعني نوع من أنماط الحياة، ونفس الوقت به هواي شغلات حلوة، خصوصا مثلا تساعد على تنمية مهارات العقلية والذهنية والتفكير. ورغم كونها من الألعاب الحديثة إلا أنها استقطبت الكثير من الطاقات الشابة التي تأملت الحصول على الدعم من المعنيين بالشأن الرياضي العراقي. إيمان محمد، العراقية الرياضية، بابل. أقام اتحاد المبارزات دورة تدريبية لإعداد وتطوير